نتيجة الثانوية العامة طلعت وانت مش عارف تعمل ايه. تعالى بقى اقول لك ازاي تتعامل مع النتيجة. اول حاجة لو النتيجة طلعت كويسة مبروك عليك يا سيدي، بس عايزك تاخد بالك من حاجة. النجاح ده لازم يخليك حاسس انك قادر تكمل وتجتهد، مش انك وصلت لاخر الطريق وخلصنا. اما لو نتيجتك طلعت مش زي ما انت متوقع، فاول حاجة انا عايزك تعملها انك ما تحطش نفسك في مقارنة مع حد تاني. يعني سيبك من ابن خالتك اللي طلع اول الثانوية العامة. ابن خالتك ده كده كده مهما حاولت تجري وراه مش هتلحقه، كده كده امك هتشوف احسن منك. مشكلة المقارنة ان هي بتستنفذ منك طاقة كانت المفروض تدفعك لقدام مش تأخرك. وتاني حاجة بقى عايزك تسأل نفسك سؤال بسيط جدا: هل المجموع ده قفل عليا كل الابواب، ولا قفل لي باب واحد بس لسه في ابواب تانية كتير مفتوحة؟ وزي ما حصل مع دكتور زويل، ان ممكن الكلية اللي انت حاسس انها اقل من طموحك ممكن تطلع هي المكان اللي انت هتلاقي فيه نفسك. يا عم اقول لك على حاجة، مش شرط اصلا تفضل في اطار الكليات التقليدية. الدنيا دلوقتي فيها مسارات كانت مش موجودة قبل كده. في ناس بتشتغل في المونتاج، في ناس بتشتغل في الماركتينج، في ناس بتعمل تصميم وبتتعلم مهارات جديدة ممكن تكسبها فلوس حقيقية. وده لان المهارة دلوقتي بقت اهم من الشهادة في كل المجالات. ومش عايزك تفهم كلامي على ان انا بقول لك سيب الكلية، بس كل اللي انا عايز اقوله لك ان في طرق تانية للنجاح غير اللي انت اتعودت تسمع عنها. وتالت واهم حاجة بقى ان انت ما تخليش الرقم ده هو اللي بيحدد نظرتك لنفسك، لان زي ما احنا اتكلمنا في حلقة العجز المتعلم، لو فشلت مرة وحسيت ان الباب اتقفل خالص، المرة اللي بعدها هتخاف تحاول من الاساس. ودي اخطر حاجة ممكن تحصل لك، مش الفشل نفسه لا، ولكن ان انت تخاف تحاول فتفشل تاني.